إذن فإبليس مصمم على الإغواء، وإذا امتنع عليه خلق في معصية ينقله إلى معصية أخرى، يذهب إليه من الباب الذي يريحه. إذا وجد إنسان متشدد في ناحية من لبقته إنه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح له حتة تانية. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش ترشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضه، تقول له هي دي، يبقى دي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان رجيم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله، إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم، أبدا، ده خلاص فصل فيه، وهو أقسم إنه هو لازم يغويكم أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه ببين الطريقة. كان المفروض في اللص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجي لك عن طريق كذا واحط لك كذا، كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى؟ كان يحتار. انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضه قال لنا على الابواب، وقالوا إن كان ذلك من علم الشيطان في القسم أولا وفي تحديد الطريقة ثانية، فمن غفلة الشيطان أنه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالإيه؟ بالمؤمن.